ازيكم يا مساء الخير، جمعة طيبة ومباركة عليكم بالخير والبركة. جيتكم بوصفة جديدة. هي وصفة معروفة لكن اليوم قلنا ندخل المطبخ الهندي ونشوف الحاصل شنو. عندي جارتي هندية دايما بتعمل العدس بطريقة رهيبة شديد، فهو نحن السودانيين برضو بنحب العدس، فقلت خلاص ليه ما اعمل العدس بطريقته. تعالوا نشوف العدس بطريقتهم. وكمان اقول لكم حاجة، عملت الخبز في البيت. الخبز ده ممكن يتعمل بالطو عادي، ان شاء الله قريب حنزل لكم طريقة الخبز. شوفوا العدس اللي هم بيعملوه ما نفس العدس الواحد الأحمر ده، لأ، عندهم عدس اسمه عدس تور ما بعرف، المهم بيعملوا ميكس من الاتنين وتغسليهم تطلعي النشا منه، بعدين خليته وين في حلة الضغط لأنه ما زي العدس العادي بينجض سريع، بياخد شوية زمن يعني، فهمتوا؟ لو خليتي في حلة الضغط الكهربائي زي 15 دقيقة خلاص بيزبط معاكي. هنا بتجيبي من حبتين لثلاث حبات بصل، إذا حبتين كمان كافي، تمام. تشوحيهم كويس. الهنود أهم شيء عندهم إنه الخضار يتشوح في الزيت كويس. وكمان ضفت له زي 3 حبات توم، العدس عفوا البصل والثوم، ومعاهم شنو الطماطم. قلبيهم كده كويس وحنطفيهم لو عندك طماطم مخلوط اوكي. انا كنت عندي الطماطم المعلبة الجاهز اللي هو من غير قشر، بس خلطه بقى زي كده طماطم مخلوط عادي. فحنزل ايوه بالخليط ده، يعني يكون كده شوية فيه زي ما بيقولوا مدروش يعني الطماطم. بصل وثوم وطماطم تقلبيهم كويس. نجي للبهارات. هنا البهارات بديه شوية تكة كده مختلفة عن العدس حقنا، اللي هو حنضيف فلفل أسود، حنضيف ملح طبعا، حنضيف كزبرة أكيد. الأهم بهار في الوصفة دي الكاري. إذا أنت عندك كاري أوكي ضيفي كاري، وإذا ما عندك كاري هم بيعملوا شنو، شفت الشمار حقنا اللي هو إحنا بنقول شمار، هم ما عارفة بيقولوا شنو، بيشوحوا في زيت أو صفا قنيم. يعني بيضيفوا الشمار، بيشوحوا الشمار أو صفا قنيم. وكمان الحلبة، هما بيضيفوا حلبة، أنا ما ضفت حلبة بس اكتفيت بكده. حرفيا حرفيا بيكون كده طبيخ خرافي. وأقول لكم حاجة، هو تقريبا قريب من إحنا في السودان عندنا الفول المدروش بنطبخه صح، هو تقريبا طعمه بيكون قريب من كده، لأنه العدس ما هو نفس العدس الأحمر. بعد ده العدس هنا كان أنا زدت الزمن فاتهرس عندك شديد، فهو في كل الأحوال ظابط. بعد ده بتضيفي كده كمية حلوة شديد من الكزبرة الخضراء ومعاه بقدونس لأنه بيديه طعم برضه ونكهة مختلفة من العدس حقنا العادي. بعد ده تلخبطيهم كويس. نجي للحركة الأخيرة. الحركة الأخيرة اختياري، اللي هو السبايسي. إذا أنت عاوزة، هم الأكل الهندي يعني سبايسي. ما أقول لكم الطعم كيف والرهاوة، عادي ممكن تعملي بعدسنا العادي إذا ما عندك نوع العدس حقهم، بس يعني بنفس الخطوات تعملي بالطريقة اللي عملتها دي. لكن عدس العادي ما شرط يعني احنا بس ناكل الحاجة بنفس الشكل ونفس الطريقة في كل وقت وحين زي ما بيقولوا، عادي الاختلاف برضو ما بيأثر. هنا بيجيبوا الفلفل الحار ومعاه الثوم، وكمان انا ضفت له كزبرة، بشوحوه كده في شوية زيت وبضيفوه بفوق. ما احكي لكم الريحة والطعم يا جماعة خطير. وفي الوجه تاني تديه شوية كزبرة. بألف عافية علينا وعليكم، بتمنى تجربوها حتى لو بعدسنا العادي لأنه حرفيا خرافي وبشبع، وهو بيطلع شوية من العادي. بالنسبة للخبز أو بالنسبة للعيش، هو ما هندي لكن أنا عملته شوية ميكسي مع الخبز الدقيق العادي مع الدقيق الأسمر، وكمان ضفت فيه الحبة السوداء. إن شاء الله في فيديو قريب حنزل لكم طريقة الخبز بالطوة لأنه سهل، بتقدر تعمل كمية كتيرة وحيريحك من إنك كل يوم تشتري شنو خبز، خاصة لناس السودان. بتمنى الوصفة تعجبكم وبتمنى تجربوها، ولحد ما أشوفكم في الوصفة الجاية إن شاء الله، في أمان الله.